وإنك إذا بحثت في كتاب الله تعالى رأيت الربا قد اقترن بشيئين: اقترن بالزكاة، واقترن بالصدقات، واقترن بالبيع. اقترن بالزكاة والصدقات من جهة، واقترن بالبيع من جهة أخرى. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قارن معي بين الزكاة وبين الربا لتقف بين نور الوعد ونيران الوعيد. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما شاع الربا والزنا في قرية إلا أحلت بنفسها غضب الله. والمراد بالقرية كل تجمع، سواء كان على مستوى القرية أو على مستوى الأمة أو على مستوى الجماعة أو على أي مستوى من المستويات، أحلت بنفسها غضب الله. وما أدراك ما غضب الله؟ إذا أراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا بركة ارتفعي، يا أمعاء اتسعي، يا عين لا تشبعي. هكذا اقترنت الزكاة بالربا. ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. لماذا؟ يمحق الله الربا، يمحقه، يزيل البركة منه. فالحرام لا يدوم، وإذا دام لا ينفع. ويكفيك أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الربا وآكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه. فالربا مبادلة مال بمال مع الزيادة. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والقمح بالقمح، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل ويدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء. استمع معي مرة أخرى إلى هذا التحديد وإلى هذه الدقة في كلام مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر أي القمح بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد ومثلا بمثل. من زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء، سواء في اللعنة، وسواء في الطرد، وسواء في غضب الله. ثم استمع معي إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أكل لقمة من ربا تعدل 36 زنية يزنيها الرجل، ومن نبت جسمه من حرام فالنار أولى به.